وصفة الكفتة دي من أجمل الوصفات اللي ممكن تعمليها مع البطاطس مع شوية رز. هي ما بتتاكلش كده غير وهي طالعة من الفرن وسخنة مولعة كده، حاجة بجد تجنن. عاوزين تعرفوا انا عملتها ازاي؟ تعالوا بينا نعرف عملناها ازاي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا جايبه هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه، واللحمه المفرومه يكون داخلها نسبه دهن. تمام. فرمت عليها بصلايه، بس فرمتها في الكبه ونعمتها وحطيتها، وحطيت عليها كمان شويه من الكزبره، قطعتها كده الكزبره الخضراء. بعد كده هحط عليها التوابل، رشه من الكزبره، رشه من الفلفل. تمام، ركزوا معايا في التوابل عشان هي دي اللي هتخلي اللحمه طعمها حلو قوي. بعد كده يا حبايبي هنزل كمان عليها رشة من السبع بهارات، يعني تقريبا من كل صنف نص معلقة. تمام. وهحط كمان توم باودر وبصل باودر، بابريكا، شوية من البابريكا. وعلى البابريكا هنزل قرفة، والقرفة ما تخافوش طعمها مش بيبان في اللحمة خالص خالص، يعني هي بتديها طعم حلو قوي بس طعمها مش بيبان صدقوني. بعد كده هنزل ملح، والملح ما تكترهوش قوي عشان ما تحدقش معاكي. تمام، حاجه بسيطه كده. بعد كده يا حبايب قلبي بقلب بقى اللحمه يعني تقريبا لمده دقيقتين كده، اعجنيها كويس. بعد كده بتسيبيها بقى ترتاح في التلاجة. اول حاجه بنزل هنا بطاطسايه برضو فرماها في الكبه، وعليها 4 ولا 5 فصوص من الثوم برضو فرماهم، وهتبلهم بقى. هحط عليهم رشه من الكزبره، رشه من الفلفل، وهحط عليهم كمان شوية من السبع بهارات وشوية من الملح. بس بس هي دي البهارات، لان انا مش عايزة اغير طعم البطاطس. تمام. بعد كده بقلب بقى البهارات اللي انا حطيتها دي في البصل بتاعي كويس جدا 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 بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بنزل بقى البطاطس على البصل والثوم والبهارات، وبقلب بقى البطاطس كويس جدا في البهارات وباقي والثوم والبصل بالشكل ده. تعالوا بقى نطلع اللحمة المفرومة بتاعتنا اللي ارتاحت في التلاجة شوية. هجيبها بقى وهعملها على شكل، يعني بصوا انا مش هعملها النهاردة طويلة، انا عايزاها مدورة على شكل همبرجر، بس يعني اتخن شوية واصغر شوية. تمام. بصوا انا جبت كوره وعملتها كده اهو. بصوا، وعملتها ما بين صوابعي كده وبططتها بالشكل ده عشان تطلع معايا بالسمك والحجم اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. شايفين؟ انا عايزه الحجم ده. خلصت معايا الكميه كلها بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف هنسويها ازاي. احنا مش هنسويها 100%، احنا هنسويها بس نص تسويه. تمام. بجيب طاسة وبحطها على النار، وبنزل بقى في الطاسة كده دهنة من السمنة، بحيث بس الكفتة ما تلزقش معايا واحنا بنشوحها على النار. انا يا دوبك بس هشوح اللحمة دي على النار كده على الجنبين لمدة دقيقتين كده بس. تمام، لان هي لسه هتكمل سوا في الفرن مع البطاطس. تمام. بس هي كده جاهزة معايا، قلبيها كده كام تقليبة في الطاسة وخلاص. تمام. بتاخد الشكل، بصوا بتوصل للشكل ده. تمام، ما تخافيش مش هتفك منك ولا اي حاجه. اجيب بقى البطاطس بتاعتي بعد ما سبتها 10 دقايق كده في التتبيله في البصل والثوم والتوابل. بعد كده بقى هنرص بقى الكفته الجميله المدوره اللي احنا عملناها دي ما بين كده البطاطس، زي ما بعمل كده بالظبط. يعني احنا مش هنرصها والبطاطس نايمه، لا بصوا هنوقف البطاطس كده، وهحط الكفته ما بين البطاطس بالشكل ده. بصوا هلكم النهارده بطريقه تحفه ومختلفه وجميله هتعجبكم جدا. بعد كده يا حبايبي بجيب بقى تقريبا كده 6 طماطمات وبعصرهم في الخلاط مع شويه ميه كده بساط. تمام. وبعد كده بنزلهم على البطاطس والكفته وبصفيهم من التفل والقشر. بتوزعيها بقى بالشكل ده. بعد كده بجيب معايا حته كده من السمنه او من الزبده، بتوزعيها كده على وش الصينيه. بعد كده بنزل ورق زبده، وبعدين عليها ورق ألمونيا. بدخل بقى الصينية بتاعتي الفرن على درجة حرارة 180، بتسيبيها بس لمدة نص ساعة او 40 دقيقة، بحيث بس انا عايزة البطاطس والكفتة تستوي. بس هي كده استوت. تمام. استوت بس ما خدتش اللون اللي انا عايزاه. تمام. عشان ممكن تشغلي بقى عليها الشواية، او لو الفرن بتاعك بيوزع الحرارة كويس تحطيها تاني تاخد لون. بعد ما تشيلي ورق الزبدة والألمونيوم بتشيليها، وبعدين بعد كده بتحطي بقى الصينية تاخد اللون التحفة والقمر والعسل اللي انتوا شايفينه ده. أكلة تستاهل بقكم، حلوة جدا جدا جدا، لازم تجربوها بطريقتي. بجد الطريقة حلوة، الطعم تحفة.
يعني بصوا انا مش قادره اوصف لكم، هي اصلا الصينيه بتتكلم لوحدها من غير ما اقول. عايزه اقول لكم الكفته طالعه معايا مستويه ومش مش فكه. وبصوا عامله ازاي، اعملوها بس بنفس الطريقه اللي انا قلت لكم عليها وهي هتطلع معاكم تحفه بالشكل ده. والبطاطس مش مهريه، مستويه 100% سوا من غير ما تتهري. شايفين؟ تحفه تحفه تحفه. تجيبوا بقى شويه كده، تجيبوا شويه كفته كده على شويه بطاطس مع الرز وتاكلوا كده بالهنا والشفا. أكلة تنفع للأطفال كمان، سهلة وبسيطة. هم بيحبوا صينية البطاطس. أصلا صينية البطاطس احنا بنعملها بالطريقة التقليدية العادية، بس أنا حبيت النهاردة أنوعها معاكم كده بطريقة جديدة ومختلفة تفتح نفسكم. وخصوصا كمان ان رمضان السنة دي هيجي في شهر 3، يعني هيبقى فيه برد شوية. اعملوها في رمضان بقى على السفرة كده هتدفيكوا، وبجد آخر طعامة. يا رب بقى يا حبايبي الطريقة الجميلة دي تعجبكم. ما انا مش هقفل الفيديو غير لما ندوق بقى مع بعض. عارفة ان انا بدوق لوحدي، بس انتوا لما تجربوها هتعرفوا ان هي تحفة تحفة تحفة. شايفين جمالها؟ شايفين حلاوتها؟ يلا بقى نقول بسم الله. واو، طعمها في منتهى الجمال، والبطاطس كده بتدب في البق مع الكفتة. واو. يا رب بقى يا حبايبي تعجبكم. يا رب لو عجبتكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، اكلاتي واختراعاتي.